يقول يوم من الايام هذول اخوان اثنين، واحد اسمه شعيط وواحد اسمه معيط. هذول يمشون على حب الله بس ما إلى الدنيا بيهم، ما إلى الدنيا بيهم، لا عندهم خبزه لا عندهم لقمه لا عندهم مأوى، هدومهم مرثه، واجوا يتمشون. قال له اخويا احنا اجبلنا على ديره، لكن الديره اللي اجبلنا عليها احنا مو اثنين انطب لنا على معزب، احنا اخويا منا وانت فارق كل من يطش له، يا هل يلقى شغل ويا هل يصير بحال زين يودع على صاحبه. واذا ما لقينا احنا بعد كل من هسه اخو نصير ثقل على المعزب اذا نروح اثنين. في امان الله، في امان الله تحاببوا وتشابقوا وتباكوا خوان وبعوز. مشوا خو من مشوا ذاك اليوم شعيط الكبير وقف بباب القصر مال الملك مال هذا السلف. تناشدوا وياهم شعيط ضخم صاحب شوارب رمانة شتفها كبرها كفر مثل ما يقولون. صاح عليهم الملك قال لهم هذا شنو اللي بالباب؟ قالوا له سيادة الملك هذا سائل، هذا يريد حاجة. قال لهم ودوا عليه. شافان عجب يباوع عليه الملك هالشكل كسرت رقبته. قال له ابوي انت تعال شغلك وياي تشتغل، خليك حماية وراي. خلاه حماية. شاف شعيط صدق وياه بعمله واخلص إله ودلاه على الخطط ووجهه. صار مستشاره، من صار مستشاره قال له يابا انا اريد اموت وخاف اموت، انا عندي بس هاي البنيه تاخذها انت، شعيط ما تغلى عليك. الملك توكل بالله انتقل الى جوار ربه وشعيط خذ البيت. من خذ البيت ليله بيوم صبح ملك، صبح ملك صدر قرارات بلي لوقله. من صدر قرارات بلي لوقله معيط خطيه نفس الوضع تعبان ما تحسنت حالته اخيه. جاب النشد لحد ما وصل على هذا الباب سوى ينشد على اخوي. قالوا له عمي اكو بهذا الاسم اكو شعيط بس عمي مو تعبان، هذا ملك القريه الفلانيه. قال لهم عمي ودوني اليه بس اخوي ملك شلون صار ملك. المهم وصل له دخل عليه قال له اخوي شعيط انت؟ قال له خب اخوي انت معيط؟ قال له اي والله تشابقوا. اخوي شلونك شلون؟ قال له شو وصلك لهذا الحال؟ قال له بعد وصلت وانت؟ قال له انا على حطة ايدك. قال له والله اليوم اصير بخدمتك. معيط يقول له شعيط، شعيط يقول له معيط. قال له اليوم اصير بخدمتك شو تريد؟ صدروا قرار يصير وزير الدفاع. ها والله صدق ها يقول ومعيط ثغب بكى. قال له لا تبكي ابشر وانا اخوك، حطوا وزير الماليه بالوكاله. انا اخوك. يقول قام معيط يبكي حيل. قال له اخوي صدق تكذب اخو ما تريد بمكاني. عمي اعطي شو اسمه اعطي وزاره الزراعه خله. هذا قام يبكي. قال له اخويا فهمني بكيك على اليمن. قال له والله اخويا انا ما ابكي على لا الماليه ولا على الدفاع ولا على الزراعه، ابكي على هاي الناس اللي راح يقودها شعيط وما يطفد واروح لك. هذا حالنا احنا هسه. هاي نوبه تنطبق على الاحزاب. انا سالفها بكل صراحه ما عندي شيء ولا عندي خطوه. نوبه تنطبق على الاحزاب ونوبه تنطبق على الشيوخ المستجدين اللي استشيخوا واللي بابسط مثال ما يقدر يدير لا طلابه وما يندى الحلقه وين. واترك الحديث والكلام لك. بيوم الطبل الملعب تيه تاهو تيه فدوى الحلقه.